ازيكم عاملين ايه وايه اخباركم ويا رب تكونوا بخير. عاوزين نتكلم في موضوع منطقي كده بهدوء شويه، في تغيير ثقافتنا الفتره الجايه كمشجعين للزمالك. الاختلاف حلو طبعا يعني، وانا شايف ان الاختلاف في الاراء شيء صحي جدا، وانا شايف برضو ان الاختلاف في الاراء بيولد افكار جديده. بس عاوزين نتفق في نقط معينه، مش عاوزين يبقى فيها اختلاف، وهي نقط مهمه. يعني انت لما تبص لها هتلاقي نقط مهمه جدا. بص يا سيدي الفاضل، المفروض نغير ثقافتنا في فكره التعامل مع الصفقات ومع اللعيبه اللي عندنا ومع مجلس الاداره. سيد الفاضل، انت مش منوط بيك ان انت تصبر او تستحمل او تطنش او تتعاطف او كلام. انت مش منوط بيك ده، انت مشجع كوره. فانت اولا واخيرا اللي في دماغك ان فريقك يكسب، وعشان يكسب لازم يبقى فيه حاجات متوفرة، حاجات كتير متوفرة عشان يكسب. انت خناقتك ان الحاجات دي تتوفر، في ظل ان الادارة ما بتوفرش الحاجات دي فانت بتتخانق مع الادارة. في ظل ان اللعيبة مش قادرة يعني تؤدي بشكل كويس فانت بتتخانق مع اللعيبة عشان توصل بقدر الامكان لمستوى، مستوى او الفريق يوصل لمستوى الى حد ما يكون ممتاز يعني. طيب، بتكلم كده ليه؟ انا النهارده مثلا اما بنتقد مصطفى شلبي ناس تقول لي لا والله كويس، ده احسن من الماتش اللي فات يا عم، على الاقل مش عارف اعمل ايه. سيد الفاضل، انا ما عنديش مشكله شخصيه ما بيني وما بين مصطفى شلبي، انا عندي ما بيني وبينه مشكله كرويه. ليه؟ لان المكان ده كان بيلعب فيه بن شرقي، فانا اوتوماتيك كده ما بيني وبين نفسي ما بشوفه، والله بدون ما اقصد بعمل مقارنه في دماغي ما بينه وبين بن شرقي. اما بيعمل حركه غلط بفتكر بن شرقي كان بيعمل ايه في الحته دي. بن شرقي كان بيضم جوه ازاي، بن شرقي بيلعب بدماغه، بن شرقي بيشوط، بن شرقي بيعمل ار2، بن شرقي واقف على فاول من على ال 18 بيجي. بن شرقي بيعمل كل حاجه. فده اللي انا جبته مكان بن شرقي. فكونك ان انت شايف او تقول لي جمله زي جمله ايه، لا ده بن شرقي كواليتي تاني كواليتي تاني خالص. ليه؟ ليه؟ هو انا بكلمك عن لعيبه او انا بتكلم عن كواليتي ما كانش موجود في الزمالك؟ لا، ده كان موجود في الزمالك. انا مشجع طماع، ما برضاش بقليلي وما بستحملش حد ولا اتعاطف مع اي عنصر. ليه؟ لان اللي يصعب عليك يفقرك، يقعدك 22 سنه ما تاخدش دوري ابطال افريقيا. فلما بشوف مصطفى شلبي قشطه، ماشي، بيجتهد، بيعمل، ايه، ماشي، لكن مش ده الكواليتي اللي يلعب في الزمالك. مش ده، ده اخره احتياطي لواحد زي بن شرقي. خليك صريح. انا استحمل ده ليه؟ انا الناس تقول لك ايه، والله لعب يا ابني، ما هو الكواليتي اللي كان موجود في الحته دي مش كده خالص. تقولي مش لاك يجي منه؟ أي يا سيدي الفاضل، ما ده لعيب محترف بياخد بالدولار، المفروض ده ما يتصبرش عليه ولا يتماشى معاه جو مش واخد على الجو والمناخ. ما ينفعش. طالما محترف تبقى جاهز. فانت النهارده اصل هو احسن من الماتش، لا يا باشا، انا مش عاوز احسن من الماتش اللي فات. النهارده وصلوا بقى لنظريه مؤامره في الماتش، ان زيزو مش راضي يباصيله واللعيبه مش. ده مين المختل عقليا اللي طلع نظريه المؤامره دي يا جدعان؟ ده مين المريض النفسي اللي طلع الجمله دي؟ الكره جات له كذا مره وهو سيء جدا في التصرف في الكوره، سيء جدا. ده محترف. حرفيا الزمالك كل المحترفين اللي فيه يرجعوا بلادهم، خساره فيهم الجنيه. اصبر ليه على سيف الجزيري؟ اجدد ليه لسيف الجزيري؟
ادي فلوس لسيف الجزيري، مهاجم فاشل، مهاجم. فانت وظيفتك الفتره دي مش تقول الله يكون في عون الاداره، مفيش الكلام ده. بص يا حبيبي، خلينا وانت نتفق اتفاق منطقي جدا. هيصعبوا عليك ما تطالبهمش ببطولات، هتتعاطف مع لاعب ما تطالبش ببطولات، هتيجي على نفسك في طلباتك وترضى بقليلك ما تطالبش ببطولات. ما تطالبش ليه؟ لان انت نفس الشخص اللي رفض يضغط على المنظومه بعناصرها عشان تقوم الدنيا دي تعاطفا معاهم، وانه جاي على وانا معلش واستحملوه. مش من حقك تطلب بطولات، تحط جزمه في بقك وتسكت. طالما ما طلبتش، طالما ما انتقدتش، طالما ما ضغطتش، ما تفتحش بقك، ما تطلبش حاجه يا حبيبي. ليه؟ ما انت نفس الشخص اللي متسامح قوي ومعلش ونيجي على نفسنا والله يكون في عونهم. مفيش حاجه اسمها الله يكون في عونهم، ولا اداره ولا لعيب. سيبك من الجهاز الفني دلوقتي اللي احنا مش هنعرف نقيمه، ولا بعد ماتش ولا اتنين ولا تلاته، ولا بعد حتى 5 ماتشات، ومش هينفع تقيمه غير بتدعيمات قويه. انت مطالب في يناير تاني لو عاوز تبني فريق اضغط على الاداره انها تجيب تدعيمات قويه، محترفين يفرقوا معاك، محترفين يغيروا شكل الفريق، محترفين يخوفوا، مش اللي ما يخوفوش نمله اللي عندنا دول يتسلموا باسبوراتهم بوك محترفين كلهم امشي. انا اصبر على ده ليه واصبر على ده ليه واصبر، هيجي منه. تخيل انت رايح تدفع بالدولار للعيب هيجي منه، ده محترف. في لعيبه بقى في الزمالك غير المحترفين لازم لها تجيب لها لعيبه في مراكزها تعكنن عليها حياتها. عواد ده مش هيلعب ويبطل السرحان والهبل اللي لما يبقى فيه جون ابن صايع قاعد له بره. دونجا ده تمامه احتياطي لطارق حامد. دونجا ده شوف بقى ساعتها هيفك الضفيره ويحلق اقرع وياكل النجيله، يحش النجيله. اما هو بقى قاعد دكه، احنا اصلا يا ابني جايبينك دكه من بيراميدز، قاعد دكه. في لعيبه كده، في لعيبه كده. حاجه كمان، انت في خطتك المستقبليه انت لازم تشوف حد بدل عمر جابر. خلاص بقى. عمر جابر قلت لك قبل كده نظريه العمر جابر ده اخر عمر جابر مع الكوره. فانت النهارده اوعى كجمهور ما تضغطش في مده شهر ونص على الاداره انها توفر تدعيمات قويه لمدرب. بقولها لك مش ساحر، مش ساحر، وإيش تعمل المشطه في الوش العكر. في ناس ده اخرها مع الكوره، ده اللي انت شايفه ده اخرها مع الكوره. وجود كواليتي عالي في فريق كبير زي الزمالك المفروض ما يبقاش طفره او استثناء او حاجه كانت موجوده لمجرد الصدفه زي فرجاني او حمدي النقاس ساعه ما جه او نجم او بن شرقي. ده المفروض الطبيعي بتاعنا. الطبيعي بتاعي ان دايما المهاجم بتاعي في ليفل مصطفى محمد. الطبيعي بتاعي ان انا كواليتي المحترفين في ليفل بن شرقي. ده الطبيعي، مش حاجة اوفر، مش اللي هيوفرها لك يبقى بيمن عليك. لو انت مش هتطلب ده وتضغط على مجلس الادارة ده في اللي انا بقوله ده، حط جزمة ببقك وما تطلبش بطولات، وما تقارنش نفسك بحد تاني بقى معاه 13 دوري ابطال. ما تقارنش. الكواليتي بتاعت اللعيبة بتفرق. افكرك بالجون التالت في ماتش الترجي في السوبر الافريقي ولمستين بس، لمستين من بن شرقي وساسي جبنا جول. والفريق دلوقتي فيه لعيبه تقدر تبني عليها، تقدر. انت عندك الونش، الحمد لله على السلامه يا ونش، عندك حسام عبد المجيد، عندك فتوح، عندك بنتايك، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. دونج ده لازم له واحد احتياطي. دونج ده لازم له واحد يجي يقعده احتياطي، يجي يقعده احتياطي.
عشان يظبط دماغ، ده غشيم يا ابني. انت ما تجيش شنكار طارق حامد يا ابني، يا ابني اقسم بالله ما تعرضهاش، والله ما تيجي شنكار طارق حامد يا اخي. فده الشغل، انت شغلك تطلب وما ترضاش بقليلك. انت كمشجع زمالك عاوز الزمالك ياخد دوري، ياخد بطولات، يرجع دوري ابطال افريقيا، ينافس، يبقى براند، الهبه بتاعته ترجع. تطلب ما ترضاش بقليلك. تبطل سياسه الشحاتين اللي جواك، تبطل سياسه التعاطف اللي جواك. ممنوع. انت تطلب. انا ليه ما اجيبش بن شرقي ايا كان، ده مثال يعني. انا ليه ما اجيبش مش عارف مين؟ المشكله انت التاني راح بيدور على لعيبه لعبه كاس عالم، بعيدا بقى عن التحفيل. هو بيحاول يحافظ على كواليتي معينه عنده، فبقى بالنسبه له انه بيجيب كواليتي كويسه. ده الطبيعي. هتلاقي جمهوره بيطلب نفس الكواليتي، جمهوره مش بيقول له ده لا يا باشا انا عاوز ده. في وفره ماديه هناك، انا عارف ده، في وفره ماديه. انت بتيجي كمجلس لازم تدور على الوفره الماديه دي تتعمل ازاي. لازم ما تصدرنيش للديون، انت عارفها. وانا كمشجع بقول لك معاك يناير اهو، وجبت مدرب كويس، وقلت لك تمام قوي ان انت اتصرفت في الموضوع ده بسرعه. ما تجيبليش بقى لعيبه نص لبه اللي من طنطا واللي من، مع احترامي للجميع الكلام ده، ودوري مصر مين انت محتاج محترفين يفرقوا معاك فيغيروا شكل الفريق. انت اما لضمت وبنتاج طلع كويس فرق معاك، ده المحترف. بنتاج اللي انت المفروض تفعل عقد الشراء او بند الشراء في عقده، اهو محترف كويس فرق معاك، فرق. ومن اول ماتش قصاد الاهلي في سوبر افريقي وما لعبش قبل كده ديربي ولا نيله، فرق. ليه؟ لانه محترف، لانه لعيب قوي. ده كواليتي المحترف. مش تقول لي مشلاك والجزيري وسيدي نضاي بابا والكلام الاهبل اللي احنا بنقعد نقوله ده. قارن ما بين الكواليتي الكويس والكواليتي اللي عندك. ما تقولش لا احنا نستحمل، لا مفيش الكلام ده. انا شايف مصطفى شلبي دايما سيء ليه؟ لان انا بقارنه ببن شرقي. شايف اي مهاجم في الزمالك وحش ليه؟ انا بقارنه بمصطفى محمد. بقارنه. شايف دونجا ده سيء ليه اصلا ولعيب لا مؤاخذه كده؟ انا بقارنه بطارق حامد. انا مش بقارنه بناس من كوكب المريخ، انا مش بقارنه بناس في حتت تانية، ده ناس كانت عندي، كانت بتلعب عندي انا. ايه المشكله ان انا افضل محافظ على الكواليتي بتاعي ما انزلش بيه بالشكل ده، مرضاش بقليلي؟ ايه المشكله؟ دي ثقافه يا جماعه. المشجع غير منوط بيه التعاطف او انه يصبر او يستحمل. المشجع مش منوط بيه انه يرضى بقليله. المشجع بيطلب، لانك لو ما طلبتش ولو ما ضغطتش ما تطلبش بطولات اخر الموسم. سلام عليكم.